حاجات بتعملها بتقلل منك ومن شخصيتك. ازيك كله بونو بونو؟ لو بتحس انك مش بتأثر او الناس بتتجاهلك، ففي حاجات صغيره بتعملها كل يوم بتبوظ شخصيتك، 90% مننا مش واخدين بالهم منها. تعالى بقى اديك 5 حركات بسيطه جدا لو بطلتها تلاقي شخصيتك بتكبر والناس كلها هتحترمك. اول حاجه، بطل تطلب الموافقه قبل اي خطوه. قبل ما تقول رايك او تعمل حاجه بسيطه بتسال هو حد هيعترض؟ طب اعمل ايه في الموضوع ده؟ طب انا محتار حد يديني رايه. لو انت بتعمل كده فانت كده بتدي للناس مفتاح عشان تتحكم فيه. طب والحل؟ بطل تاخد راي حد خالص وامشي بدماغك انت بس. حتى لو هتفشل في البدايه هتلاقي نفسك واحده واحده اتعلمت وبتاخد قرارات صح تمنع اي حد خالص انه يتحكم في حياتك. تاني حاجه، بطل تتجنب الصراحه، تلغي حدودك ووجودك، تقعد تقول ايوه او ماشي وانت اصلا كان قصدك لا او مش عايز اعمل كده. فانت كده بتخلي الناس تعدي حدودها معاك، يقعدوا يدوا لك اوامر وطلبات وانت مش عارف تهرب. هم بيستغلوا ده كويس قوي. طب والحل؟ الموضوع سهل وبسيط، قول كلمه لا او انا مش موافق، واهم حاجه من غير اعتذار، واللي يزعل يزعل المهم انت. تالت حاجه، بطل تطول في الاعتذار على كل حاجه. اعتذار واحد لو لازم الامر، مش هتقعد ساعه تعتذر له او كل ما تشوف وشه تعتذر له، كل ده على حاجه صغيره كمان. طب والحل؟ اسال نفسك الاول هل انا غلطت؟ لو لا اوعى تعتذر، ولو غلطت فهو اعتذار واحد كفايه. رابع حاجه، بطل تكلم نفسك بطريقه وحشه، تقعد تذم في نفسك ومش عارف قيمه نفسك، ده بينعكس على سلوكك قدام الناس. طب والحل؟ كل ما تيجي تقول لنفسك مش هعرف اعمل الحاجه دي او الحاجه دي صعبه او انا فاشل، بدلها بجمله عمليه، حاول على قد ما اقدر واتعلم. حاول تشجع نفسك وتكبر نفسك دايما مع نفسك وقدام الناس. خامس حاجه، بطل تقلد ناس تانية لمجرد انك منبهر بيهم، انت مش نسخه من حد، فلما بتقلد حد فانت بتفقد البصمه بتاعتك، بتفقد شخصيتك كمان. طب والحل؟ حل بسيط جدا، اعمل شخصيه مستقله ليك انت بحاجات تميزك انت. بطل الحاجات دي وارجع لي تاني قول لي حصل معاك ايه، اتغيرت ازاي، وبس كده.